قضية اختيار خليفة بالماضي تشهد تطورات جديدة. الكشف عن الاسم الأقرب. قبل المرور بالتفاصيل لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من يتوصل بكل جديد رياضي. يواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف مساعيه لتعيين مدرب جديد لمنتخب الخضر خلفا للمدرب جمال بالماضي الذي أنهيت مهامه على خلفية مشاركة الكارثية لرفقاء يوسف بلايلي في كأس أفريقيا الجارية وقائعها في ساحل العاج، حيث تمت دراسة العديد من السير الذاتية للمدربين المرشحين لتولي هذا المنصب. ومن مصدر في الاتحاد الجزائري لكرة القدم رفض الكشف عن هويته تفيد بأن اللجنة التي جرى تعيينها من قبل رئيس الهيئة وليد صادي وهي مكلفة بمهمة اختيار مدرب جديد للخضر قامت بدراسة حوالي 50 سيرة ذاتية لمدربين من مختلف الجنسيات، وهذا خلال اجتماعها الأول الذي جرى الخميس في مقر فاف بدال إبراهيم في العاصمة الجزائرية. وتفيد المعلومات نفسها بأن اللجنة استقرت على 10 أسماء لمدربين سيكون أحدهم خليفة جمال بالماضي في تدريب المنتخب الجزائري، يتقدمهم البرتغالي كارلوس كيروش وكذلك مواطنه خوسي بيسيرو المدرب الحالي لمنتخب نيجيريا المتأهل لنهائي كأس أفريقيا لكرة القدم، إضافة إلى البوسني فلاديمير فيتكوفيتش والفرنسي هوبر فيلود وكذلك البلجيكيان توم سانسفيت وهوغو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا. ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المدربين المرشحين اجتماعين آخرين خلال الأيام القليلة القادمة للفصل في هذا الموضوع، لكن وجب التذكير بأن البرتغالي كارلوس كيروش يبقى الأوفر حظا لتولي منصب مدرب المنتخب الجزائري للعديد من الأسباب أبرزها الجانب المالي، ومن الأسباب كذلك التي تجعل خيار كارلوس كيروش هو المفضل عند هذه اللجنة خبرته الإفريقية الكبيرة بعد عمل في القارة السمراء مع منتخب جنوب أفريقيا وكذلك منتخب مصر، حيث من المنتظر أن يجرى التفاوض معه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.